السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوان اخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وماكم مزيانه. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. كما كتشوفوا معنا عندنا مسمن معمره بالكفته والخضره. كما كتشوفوا معنا عندي هنا بصله مطحونه في الهاشوار اولا محكوكه، وعندي طريف ديال الزبده، عندي هنا خيزو، وعندي القرعه، وعندي الفلفل الالوان، عندي طاسه ديال الشامبينيون، عندي هنا الكفته على حسب الكميه اللي موجوده، التحميره، الابزار، الخرقوم، سكنجبير، الثومه، الملحه. عندي هنا العجينه ديال المسمن، وعندي الزيت، وعندي تما الزبده باش غادي نورق، وعندي الفرماج محكوك. هنا عندي نص كاس ديال الزيت غادي نديرو على ديك البصله ديالي، وغادي هذا، وغادي ندير العطريه ديالي كامله. العطريه ديالو اللي عجبكم، العطريه اللي كتفضلوا. ندير الزيت ديالي والعطريه ونحك عليهم ديك الثومه، ونمشي نشحر البصله هي الاولى، ونزيد عليها الخضره الاخرى، عاد نزيد عليها هادي، عاد نزيد عليها الكفته. من بعد داك الشامبينيون كندوزو في الهاشوار هو والشعريه الصينيه، نسيت ما حطيتهاش، اللي كتكون تسلقات وبقات تبردات. غادي ندوزهم في الهاشوار، وغنجمع كلشي في هاد المقله هادي، وندير عليه الفرماج. من بعد نسرح داك المسمن ديالي، نورقو ونعمرو باش نديروه في الفران. نتمنى هاد الطريقه تعجبكم. كديروا معاه اللي كان، يا اما كديروا الكفته، ولا عندكم الطون، ولا ديروا معاه الشحمه، كتجي حتى هي زوينه. المذاق ديالها كيكون زوين. داك المقبط محطوط تما كنت شاده به ديك ديال، كنشد فيه شي حاجه بحال شي ساشي ديال مايزينا، ولا شي شاسيه كذا ما كتسدش، كنشد بها كندير لها المقبط. ايوا هادشي اللي كاين. دابا ها نتوما شحرت الخضره ديالي وشحرت كلشي، درت معاه الشامبينيون ودرت معاه الشعريه الصينيه. دابا غادي نزيد الفرماج محكوك ونحرك كلشي ونخليه حدايا. هنايا المراحل نقصتهم لانكم عارفين وقت الفطور جري جري، خلاص العيالات راه عارفين شنو كاين. سربي سربي، غير باش تحافظي على الكوزينه تبقى مجموعه باش تصوري فيها راه صعيب. وخلي باش ديري فيديو فيه اكثر من 10 دقائق ولا. كما كتشوفوا معايا غادي نورق العجينه ديالي على شكل مسمن، ونورقها وندير الزبده وندير السميده ديال الحلوى ونحطها ترتاح شويه. الصراحه انا ما عجنتهاش بكري، كون عجنتها بكري غادي تعاوني، ولكن ما عجنتهاش بكري ما طلقاتش، ما خداتش زعما راحتها، عذبتني شويه، ولكن المهم النتيجه كانت مزيانه. خرجت لي تبارك الله كميه، واخا ما صايبتش كلشي في دقه، صايبت داكشي باش غادي نفطرو. ومن بعد خليت الشي الاخر تساليت ورجعت ليه وقديته وحطيته في الفريغو. ها نتوما كما كتشوفوا معايا كديروهم كما بغيتو، يا اما في الفران يا اما المقله. الا غديروهم في المقله كديروا مسمن عادي، الا غديروهم في الفران كتشكلهم كما بغيتو، لانه كيتحط ما كيبقاش يتحرك باش يخسر ولا شي حاجه. كما كتشوفوا معايا انا قديتها ودرت السميده الرقيقه ديال الحلوى. غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونبدا نعمر. تبارك الله جات العماره كثيره، يعني قلعت ليا، يعني تقولي تقريبا فطرنا فيها شي 3 ايام هكذا كل 4 ايام. درتهم في الفريغو، كنجبد وندير في الفران ولا المقله ولا اللي بغيتي على حسب الشكل، لان الشكل الاخر اللي صايبت جا بحال الشكل ديال البريوه، ما درتش بحال هذا الشكل هذا. وفي الاخر فاش ساليت قالت لي بنتي لا صايبي لي باقي وحيدين، صايبتهم ليها غير بشكل عشوائي. كنت كنت مزروبه الوقت دركني، صافي غير درت لهم هكذاك وحطيتهم ليها. ها نتوما كما كتشوفوا راه العماره باقا سخونه. درت مع داك الفرماج، وتما درت داك الفرماج مربع في وسط المسمنه، كيجي صراحه زوين في الداخل ديال الحاجه. اما الا درتيه الفوق كيتحرق، اما الا كان في الداخل ديال الحشوه كيجي المذاق ديالو زوين. ها نتوما كما كتشوفوا معايا كنشكلوا المسمنه ديالنا ونشدوهم بديك الزيتونه ونديروهم في اللاطه ديالنا. كنديروها ونديروا الكميه اللي بغينا، نوجدوها ونديروا صفر بيضه مع شويه الحليب شويه الخل، ونديروهم وندخلهم الفران. في الفران كيكونوا داك كيعاونونا في الفران، لانك ما كتبقايش مقابلهم قلب الفران، كتدخلها صافي وكتسنى تيتحمروا. غادي ندخلهم للفران كما كتشوفوا معنا، ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله.
الناس القدام راكم مالين الدار، الناس الجداد شكرا لكم على الدعم. نتمنى ما تنساوناش من اللايكات ديالكم، وتبارك الله عليكم.